تقول عندها مشكلة مع زوجها، دائما يحاول يقلل من شأن أهلها، على الرغم أنه أهلها العفو أهله هم عندهم عيوب واضحة، بس أنه هي ما تحب تحكي وتستهزئ. الظاهر الزوج الله يسلمه يحكي على نسابته اللي هم أهل زوجته، وما أكثرها هذه الحالة. هذه ظاهرة طبعا ظاهرة غريبة عجيبة. نشوف الزوج دائما أغلبهم مو الكل، لكن أغلبهم يكره يعني أهل زوجته بدون سبب. يعني حتى لو ما مسوي له، سواء مسوي له شيء أو ما مسوي، هو يكرههم ويختلق عيوب. مرات هو يختلق عيوب، ومرات يفتري عليهم، رغم أنه أهله ما معصومين. أهله أيضا كل إنسان عنده عيوب، كل إنسان أكيد عنده عيوب، لكن تقول البنية أو المتابعة تقول هي تقدر بإمكانها تحكي وتستهزئ. منات الأخ كان يستهزئ ويحكي عن أهلها، هي أيضا تقدر، مو ما تقدر إنه تستهزئ وتحكي على أهله وتطلع عيوبهم زين. لكن هي البنية محترمة نفسها وتحاول تنصحه، هذا اللي افتهمته من الكلام، لكن بدون فايدة. هو مستمر بدون إحساس ولا مخافة الله، لأنه هذا أيضا هو افتراء، وأيضا تعتبر غيبة وكلام ما له داعي. يعني إذا هم الناس مأذيك ومنطينك هذه الجوهرة اللي هي أصلا متحملتك ومتحملة كلامك المسموم وصابرة عليك وتقدر تبادلك بالمثل، لكن هي ما تسوي. فالناس اللي ينطوك هذا الشيء وانت بادلتهم بالإساءة، هو الحكم عند الله سبحانه وتعالى زين. فيا ريت انه كل انسان انه ترى ماكو ناس او شخص معصوم، وماكو داعي الانسان يحقد ويكره بدون سبب. يعني احيانا بسبب يعني باب وجواب، لكن بدون سبب. فهذه الحالة اللي منتشرة للأسف بمجتمع. فبالنسبة لهاي الظاهرة حبيبتي صاحبة الحالة، خليه انه يحكي براحته، لانه اول شيء خليه ينزل من ذنوبهم. طبعا انا جدا اكره هذه الصنف من الناس، جدا اكره هذا الصنف من الناس، وما احب حتى اساعده زين، لانه كل انسان يتكلم عن الاخرين بدون سبب ولمجرد يعني مجرد حقد بدون سبب. ما احب الانسان الحاقد بدون سبب، وجدا اكره هاي الحالة، وما احب حتى ارسل طاقة الها. يعني هاي البنية صاحبة السؤال ممكن انه انا اسوي وارسل طاقة الزوجة، لا ما ارسل طاقة، ما ارسل. لان الانسان الحقود على الاخرين بدون سبب جدا اكره هذه الحالة. فيا حبيبتي انت صبرتي على كلامه ما يخالف، خليه يحكي حتى شنو ينزل اول شيء ذنوبهم، هاي وحدة. ثاني شيء حسناته تروح لهم زين. فخليه تشقد ما راح تحكي وياه ما راح يفيد، لان هذا حقد مجرد حقد بدون سبب. وان شاء الله هو راح يلقى جزاء اعماله. مو مثلا احنا نتمنى السوء له، لا، لكن كل شخص يعني يلاقي جزاء اعماله، راح يتعاقب بعقوبة، او ممكن انه راح يسمعوه مثلا فد يوم، او يعني فد شيء راح يفشله قدامهم، خلينا نقدر نقول زين. وان شاء الله يا ربي يعوض هذا الصبر اللي صبرتيه، يعوضك خير.